انا توقعت شخصيتها من اول حلقه انها راح تكون صديقه الجميع. انت توقعت شو حتكون؟ ما توقعت صديقه الجميع. صديقة الجميع؟ لا ما من توقعت انها من شخصيتها من أول مبينة حلقة. انه منا حتكون صديقة الجميع. يمكن مايا شخصيتها تكون صديقة الجميع. لا انا شخصيتها ما تكون شخصية توقعت مايا. الجميع. انا ما توقعت مايا تكون صديقه الجميع. توقعت ديانا، لأنها كذا واضح البنت مبتسمة طيبة هادية. فبعدين الحلقة الثانية الحلقة الثالثة البنت بدأت تتغير، بدأت تتأثر شوي. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. نقطة انتهى. قصدك شيمة يعني؟ طيب أنا إلى الآن يا سيف شيمة مو واضحة لي. احكي كتير بتغلط كتير، وهذا اللي عم تعمله حرفيا شيمة. احكي كتير واغلط كتير. بس أنا ما أشوفها تستس يعني، ولا أشوف إنها محراك الشر بالفلة حاليا يعني. أنا أشوفها مو واضحة. هلا منطلق الشر، شوف لك شغله، منطلق الشر بالحياة له أوجه كتير. الشر بالنسبة لك هو انك تحكي، الشر انك تخطط، ولا الشر انك تأذي، ولا الشر انك توعد وما توفي؟ شو الشر بالنسبة لك انت؟ شو الشر انها تنقلب الفلة، بدال ما يكون الحياة حلوة فيها كبداية وفيها إيجابية أكثر، فتنقلب إلى أحزاب وإلى سلبيات في بداية الحلقات حتى ما وصلنا الحلقة العاشرة. هذا اللي أنا أقول عليه يعني، يكون شر. أنا أشوف علينا حتى كلنا كمتفرجين. بس إذا مش موجود الشر بالفيلا والحياة وردية أنت ما حتحضر البرنامج. بس من رابع حلقة يا سيف، من ثالث حلقة. شو يعني؟ كبس يا مواطن. لا كبس يا مواطن، بس من ثالث حلقة يعني مو مناسبة لي كمتفرج. حلقة 20 ممكن، حلقة 30 أوكي، لكن من ثالث حلقة داخلين على الأحزاب لا. هنا يبين لي يا أنكم تعرفون بعض من أول، لا بعتقد تعرفوا على بعض يمكن بالباص أو قبل بيوم بس. هيدي لا قبل يدخلون الفلة. كفو التكبيس، كفو جيش السيوف، كبس ولك. اي كمل. واضح انهم يعرفون بعض سيف، واضح يعرفون بعض يعني قبل على الاقل بيوم بيومين اقل ممكن قبل بيوم متعارفين على بعض. ما بستغرب، بس انه بيعرفوا بعض من قبل البرنامج لا. لا مو قبله بفترة طويلة لا، ولكنهم يعرفون بعض او خططوا ذا الشيء واضح، لان والدليل بينت من ثالث حلقة يعني. وهذا غلط. اذا انتم حابين تسوون احزاب، حابين تبدون مثلا كجروب معين، يكون من رابع حلقة، من حلقة 10 15 يبين للجمهور انكم خلاص انتم اصدقاء ومع بعض. ولكن من ثالث حلقة رابع حلقة هذا يبين للناس انه كان في اتفاق بينكم، في اتفاق وشيء مو مبرر. شكرا تربنون، مو مبرر يعني. بدأتوا في ليليا شيء ابدا مو مبرر. ليك ليليا اول حلقات ما حبيتها بصراحة. ليه ما حبيتها؟ اعطيني شيء. اول حلقات ما حبيتها. قصة انه مع حق آية لما قالت لها انت قلت شيء وهلا عم تقولي شيء تاني. بس بعدين لا شفت ليليا عم حبها لليليا بالحلقات. مرام كتير ايزي جوينج، كتير ايزي يعني، كتير كول بنت. عرفت كيف؟ بس اللي عم شوفه باللايفات انا غير اللي شفته بالحلقات نوعا ما مسالمة. باللايفات لا. هل انت من النوع اللي ما بحب وش بوش، بحب من حكيت يا جارة اسمعي كني يعني من عبر اللايفات مش عبر الواقع؟ هذه مين؟ مرام. شكرا. شكرا مرام. شفت لايفها انا قبل شوي، ما اشوف فيه تجاوز صراحة، ما شفتها تجاوزت، بس قالت اسم اللي هي شيمة يعني. قالت انها مو بالضروري تكون انت كبير وعقلك يكون لا تجاوز ما تجاوزت اكيد، ولكن قصفت على شيماء. طبعا قصفت على شيماء. وعلى فكرة عقلك كبير. قصفت المجموعة ولكن صوبت على شيماء. وانا اعتقد طلعت مايا من الموضوع. شفته انا هنا جاب لي تناقض شوي سيف. لا انا بقول لك انتوا ليش. تقولون انا بقول لك ليش. انتوا تقولون انا عندي جواب بوصل لك هذه عشان تفهم اللي انا يعني ناقضوني فيها. انت تقولين عندي مشكله من الاحزاب وما الاحزاب. بعدين تقولين جبتي اسم شيماء.
بعدين تقولين مايا ما عندي مشكله معها. طب انت تكلمت على حزب كامل صح ولا لا؟ حزب كامل يضم ديانا، مايا، شيماء. فاذا انت عندك مشكله مع الحزب، انت عندك مشكله مع هذول الثلاثه، كيف تطلعين مايا وتضربين بس في شيماء؟ حتى ابتسام تقول انا ما عندي مشكله مع مايا. اذا انتم عندكم مشكله فقط مع شيماء، ليش تقولين حزب وما حزب؟ انت قول لي رايك. انا صراحه هنا جاني شوف جاني تضارب شوي. في مفهوم خاطئ يا مواطن. كبسوا لك، لازم نضل نذكركم تكبسوا لك. معقوله هيك سكورنا نحن؟ كبسوا لك. شوف انا دائما عندي تساؤل بكل المواسم انه هول اللي بلش الاحزاب، ليش نحن من ضوي على هول اللي بلش الاحزاب وهو البرنامج كله قائم على احزاب؟ ما هذا الكونتنت تبع البرنامج احزاب. كيف تشكلت الاحزاب؟ باسم الدول، باسم الصداقه، باسم وات ايفر، بس احزاب. اوكي طيب اللي كان او انتم امبارح عم تحكوا على موضوع انه هن بلشوا شكلوا حزب، ليه انتم ما شكلتوا حزب؟ ليه انتم ما شكلتوا؟ لا شكلوا حزب وراحوا صوتوا لآية بالاخر، اتفقوا بين بعض وراحوا صوتوا لآية عشان يخسروا مايا. حلو. ايه بكره بتشوف، بكره كلكم راح تشوفوا الكلام اللي انا قلته. بس لا سيف، انت تتكلم على تسريبات. احنا على الواضح الى حلقه الى حلقه امس الى حلقه امس ما شكلوا اي حزب. انا اذا بتقلي افضل بنت للحلقه الرابعه بلا منازع ديانا، بلا منازع، يعني ما في مقارنه حتى. اوكي ديانا. الحلقه الخامسه اول سقطه لديانا انا بعتبرها، بعدها هي انا بالنسبه لي الاولى، بعدها بالنسبه لي الاولى. اوكي بس اول سقطه لمايا لديانا سوري. مايا حتيجي تقلي مايا بعد لهلا انه اوكي بدي ركز بالعلاقات ولا بدي ركز مع رفقاتي؟ هذا اللي شايفه انا. مايا بعدها بمرحله الاستكشاف اكثر، عشان هيك ما عم تشوف انه مايا عم تحكي كتير. ما تحكي كثير. انا احس ان مايا ذكيه شوي سيف. ما عم لك بتفكر قبل ما تحكي. حتى لما سالتها ريتا انت مايا مع الكل وانا اشوف، قالت ايوه انا مع الكل، يعني انا احاول اني اكون صديقه الكل. بس المشكله هنا اليوم يا مايا لما هذولي كلهم ما عندهم مشكله معك، وانت للاسف على حسب احنا راح تمشي. انا ما ودي امشي على التسريبات، ولكن الواضح لانهم هذول الثلاثه اصدقاء وحزب ويصيرون يتحكمون مين يطلع مين ما يطلع، مين يكون صاحب بيت، مين الاشياء هذه. اليوم ما يعني انا اشوف انه غلط تخسرين علاقتك مع مرام، ابتسام، ليليا والباقي المشتركات عشان خطط شيماء او ديانا. اشوف انها غلط، سقطه منها هي. الى اليوم انا اشوفهم يحترمون مايا كثير، ولكن من اللي راح ينضم للحزب، من اللي راح يبدا يكون ضدهم، هي مايا. نحكي حكي دبلوماسي ولا نحكي الدغري يا جماعه؟ الدغري. شو بتزعلوا؟ هلا ليلى عبد اللطيف عندي باللايف شخصيا. هلا ليلى عبد اللطيف شو نحكي الدغري؟ الدغري عادي ما راح يزعلون. الدغري اللي هو انه ولا مشترك ولا مشتركة رح يسترجي يتخانق اصلا مع مايا بالعلن. هيدا الدغري. ليش؟ عشان الجمهور السعودي واقطع الخليجي عموما واقطع وشافوا اللي صار مع ايمان اول شي. اوكي وكيف انه ما قدرت تشتغل بعدين مزبوط. بعدين الحمد لله ايمان العالم فهمتها صح وصارت رجعت تشتغل عادي ورواق وامورها تمام بالخليج. اوكي ما بدهم يكرروا نفس الغلطة. وانا وياكن وبتشوفوا وانت ما تسترجي يا حبيبي. انا اخواني هول. اذا انا بدي اقول عن السعوديين ما استرجي، هو اخواني معلي حبيبي بيمونوا السعوديين. بس انت طلع منا بيمونوا السعوديين. يلا حبيبي والله سيف حبيبي. يلا. انا شوف انا ممكن اختلف معك هنا شوي. ان شغلهم في الخليج
ما يعتمد على مايا او عائشه. حلو. والدليل حتى سامي على فكره، والدليل ان زكيه جت اشتغلت وعندها مشاكل مع سامي، نيفين لا جت وعندها مشاكل مع سامي. يس نوت. سامي ما صار عليه اجماع خليجي الا بالبرنامج، بعد البرنامج لا. كبدايه كان عنده عليه اجماع. اوكي عليه إجماع. اوكي بس ما كانوا حاسبينه انه الاعلانات بتكون بس بالخليج، كان بعدهم مواسم اولى. مم. بس لما اجت نسخة عايشة ونجي وهلا مايا، لا شافوا انه الموضوع بيأثر، الجمهور بيأثر وخدها مني. ممكن هذه نظرة شوف، لو يأثر، لو المشتركين ياخذونها بكذا يا سيف، فأنا راح أشوف تقارب أكثر من المشتركين المايا إلى هذه الحلقة. أنا ما أشوفهم يحاولون يتقربون منها عشان مثلا الشغل أو غيره. ممكن في الحلقات الجاية ما أدري والله. برجع وبقول لك انت بدك اللي تشوف أنا شوف محتار فيه من اللايفات. أي بس اللي محتار، أنا محتار في شيء. ليليا تمدح في مايا بشكل كبير يعني، لا ومايا مسكينة ومايا طيبة ومن هذا الكلام. بنفس اليوم طلعت لحظة جول تاني. هدف. جول تاني. قلت لكم والله العظيم، قلت لهم للجماعة، قلت لهم ليش خايفين؟ كم سيف؟ 2-0 للمغرب. كفو والله. 2-0 للمغرب والله العظيم. يعني شو بدي اقول لك، انا قلت لهم للناس، قلت لهم انا عادي رواق الماتش بالجيبه، الماتش بالجيبه. كفو والله كفو. مدرب يا مدرب يا بقول بعقد على فكره. قدس يا مواطن. خلفوا فراشه. لا انا ما شفته والله هذا. يا تربل شكرا. الله تعيشين هذا ما وتصير سير سير. ديما مغرب اخواتي، قلت لكم لحظه شوي. ديما. انتوا شفتوا ليش انا مش كتير متفاعل مع الماتش؟ عادي، لانه قلت لكم اخواتي عم فكر بماتش فرنسا هلا. يعني عادي بدنا نعطيهم نحن للفرنسيين رساله قبل الماتش، انتوا بتعرفوا تجيبوا 3، ان شاء الله نحن كمان بنجيب 3 هلا. عادي عادي. انتوا جبتوا 3، نحن بنجيب 3 كمان عادي. يعني عادي. كيف اخواتي؟ قدس يا مواطن. عادي. انا كنت عم بقول لهم للمتابعين من شوي سنوت، قلت لهم هلا اخواني بالفاينل، فاينل كأس العالم، يعني مين بده يلبس الاحمر مين بده يلبس الابيض بين مصر والمغرب؟ يعني من شان ما نتخانق من هلا، مين بده يلبس احمر مين بده يلبس ابيض؟ شكرا شرطة. مين بالفاينل؟ يعني ان شاء الله بنوصل الفاينل خلص. المغرب يلبس الاحمر معروف، لان هذا لبس المغرب من زمان. يعني مصر تلبس الابيض اخواتي، نتفق يعني من هلا. يعني بيلعبون في النهائي مع بعض ان شاء الله ان شاء الله الفاينل ان شاء الله مصر ومغرب ان شاء الله. مين ما يربح ما عنا مشكلة، هول عين وهول عين، ما عنا مشكلة. ايوه الله عليك يا سيف، الله عليك. دعواتكم يا جماعة. والله. والله يستاهلون، والله يستاهلون دعواتكم. احنا لعيبتنا الله يحفظهم، اللي في ميامي واللي في تايلاند واللي في يعني سياحة.
سياحه لعيبتنا قاعدين ياخذون يعني يستنشقون الهواء. يا اخي ما تقس عليهم لعيبتنا كمان. تعبوا في كاس العالم، تعبوا لذلك راحوا عشان يتمشون ويستانسون. يا سنوت ما لهالدرجه كمان، روع على الشبيبه شوي يعني، خلاص هي الكره ربح وخساره يا اخي. لا ايش سووا عشان ايش سووا يعني؟ اعطيني انجاز جابوه هذول الفشله. مين؟ أعطيني إنجاز واحد. السعوديه تعادلوا مع ندخل الاوروغواي. السجن. اوروغواي هذا اوروغواي إنجاز، بطل هذا عالم. إنجاز. اوروغواي بطل عالم. أنا لو اجيب عيال حارتنا في جده فزنا على اوروغواي من جدك سيف، هذا انجاز، هذا انجاز. خلينا ساكتين. انتوا كنت متوقع انه تتعادل السعوديه مع الاوروغواي؟ متوقع اني افوز على اوروغواي، افوز مو اتعادل. طب الراس الاخضر، لحظه، الراس الاخضر هذا بالله الراس الاخضر يعني المباراه. انت شوف المباراه اللي عملوا امبارح، شوف المباراه قدام. عم بحكي كقوه فريق، كقوه فريق الراس الاخضر. شفت امبارح شو عملوا بالارجنتين؟ على شوي حيطرقون للارجنتين الراس الاخضر. ظروف المباراه ممكن ساعدتهم، ولكن هي ظروف المباراه يا زلمه. مستقتلين راس الاخضر نازلين وحوش يا رجل، عم شوف وحوش انا. لكن في مباراتهم مع السعوديه كانت الفرصه للسعوديه اكثر صراحه. انت شفت لما لعبوا مع اسبانيا، والله حزنت على المنتخب صراحه صراحه والله حزنت يا الله. مباراه للنسيان، مباراه للنسيان يعني هاي اتفق معك فيها. ورحمونا ترى المنتخب الاسباني، ولا كانت تاريخيه. هاي اتفق معك. يعني ليتك لعبت، قدمت مستوى عشان احترمك كلاعب. خلينا بس ليك مباراة الجزائر مع الارجنتين مباراة للنسيان، السعودية مع اسبانيا كمان مباراة للنسيان. ليك الاردن مع الارجنتين والله العظيم حبيتها. الاردن كانوا عم يعطوا مستوى. عم يعطوا مستوى بصراحة يعني. على فكرة حتى المنتخب العراقي ترى لعب، قدم مستوى حلو. مستوى العراق اول ماتش رائع بالنسبة. ما خسروا 3 مدري 4، قد ايه خسروا العراق اول 4-1. بس شايف اول شوط للتاريخ، الشوط الاول للتاريخ. الشوط الاول لعبوا، بس الشوط الثاني هو دائما المنتخب العراقي الشوط الثاني ما يلعب. انا بنظري اكثر المنتخبات العربيه اللي انظلمت انها طلعت الاردن. كانوا افضل، لو كملوا كان افضل، كان ممكن يعملوا نتائج للامانه يعني. صح. شكرا تربل 1. احنا نبغى شوط واحد بس. نشامة ان شاء الله، ان شاء الله بعدين ان شاء الله النشامة ان شاء الله. احنا نبغى شوط واحد بس نقدمه، بس شوط واحد نفرح فيه ننبسط فيه. شوط يعني انت متخيل طائرة المنتخب رجعت للسعودية وفي لعيبة ما رجعوا، راحوا ميامي واللي راح نيويورك. يا اخي خليهم ينبسطوا يا عمي. لا ينبسط، ايش قدم عشان ينبسط؟ يا سنوت شو عم ينبسطوا من جايبتك؟ عم ينبسطوا من جايبتك. يرجع ما هو من جايبتي، ما هو قاعد يستلم ملايين، ما قاعد يقدم شيء. يستلم ملايين وما قاعد يقدم شيء. انت لو انا استلم مليون واحد اقسم بالله احفر الملعب حفر. على فكرة كل اللاعبين بكل العالم قاعد ياخذ شيء ما قاعد يقدم يعني. لا هذول يستلمون مبالغة فيها يا اخي، بس كلهم بيستلموا ملايين يعني. اللاعبين المهمين كلهم بيستلم ملايين. هاي كريستيانو رونالدو قديش بيستلم؟ بطلوع الروح لعم يتأهل، بطلوع الروح. وانا بعدني مصر جول كرواتيا كان صح مش تسلل. لا حرام، بس والله مش عم بمزح، مع اني انا من محبين ميسي صراحة، الكل بيعرف. بس انا حابب رونالدو يكمل للأمانة. بإذن الله هلا حابب يكمل. هلا شوفه بإذن الله. لا يا جماعة، واحد يقول الصراحة حلو تلاقي يعني مثلا تلاقي بعدين انه برتغال برا والراس الاخضر مثلا جوا ما بنعرف ولا لاعب منهم مثلا، ولا بلجيكا، ولا ما بعرف مين. لا يبقى البرتغال افضل ليكون في مستوى. خلينا نرجع الحين يا سيف على نرجع لاسمه نصيب. بس ما عم يكبسوا، انا اللي عندي خلاص ما حارجع اسمه نصيب. ما عم كبس يا مواطن، كبس. ما عم يكبسوا. كانوا عم بيقولوا لي تسريب عن ديانا. حرام عليكم. كانوا عم بيقولوا لي تسريب عن ديانا. طيب يطلبون يقول خلي سيف يقول تسريب. اللي حيصير بعدين يا مواطن انه داني راح يجرب مع آية مرة تانية،
وآية رح تبقى على رأيها. بعدين بيعطي الورد، بيجي ليعطي الورد لديانا، فديانا بتقول له لا، بتقول له انه انا ما بكون سكند تشويس. اوكي فكرة شرطة. منيح. طبعا واخيرا ديانا لكم بتصلحها ديانا، بس انا بالنسبه لي الحلقه الخامسه سقطه. يعني الناس او انا ك حدا بيحلل، بحب الشخص المحدد خلص. يعني مثلا ليش حبيت آية؟ خلص انا بدي وليد خلص. اوكي انا فريندلي مع الكل، بس انا وليد. محتارة ما بيجي بقول هيدا احسن من هيدا، بقول كلهم مناح لحد ما نقي بقول هيدا. بس اني انا حاختار ايهاب واعطي مصطفى اكتر من ايهاب، اوكي اخترت داني لانه عجبني بالشكل، بعدني عن جديد بدنا اختلفنا، بس انت قعدتي مع مصطفى ومع ايهاب، تعطي مصطفى اعلى من ايهاب بس بتختاري ايهاب؟ كيف يعني؟ بعدين في شيء سيف صح والله دعاء. اكيد في اتفاق بين آية ووليد واضح. انت شفت وليد اول لقاء كيف يتنهد وكيف يبوس يده وكيف هلا ليك لما رجع يركض. انا سمعتها من كذا حدا انه متفقين وبيعرفوا بعض من قبل البرنامج، عشان هيك كله هيدا عم يعملوا تمثيل. بس انا بالنسبه لي ما بعرف اذا تمثيل صراحه، يعني فاشل، تمثيل فاشل، تمثيل رخيص يعني ب5 ريال صراحه. واذا حقيقي الله يعوضك خير يا آية. انا حابب آية مع داني صراحه. انا حابب آية كتير مع داني يا اخي. وليد بحس بيزبط اكتر مثلا مع ليليا، ابتسام. ليش لا؟ مين ليليا او ابتسام مثلا، ليش لا؟ صح، ليش لا؟ مع مايا لا، لحديد الان ما حسيت حدا ماشي مع مايا. مايا من الناس سوري على المقاطعة يا صمت. مايا من الناس اللي انت بس بدك تحكي حديث بدك تعرف تقدر تجاريها بالحديث. بعد انا مع احترام لكل الشباب ما لقيت في شاب بعد قادر يجاريها بالحديث مزبوط لمايا. فهمت الفكرة اللي انا عم بقول لك عليها؟ فهمت، بس انا احسها شخصيتها ملولة، يعني من الشخصية اللي تمل بسرعة. يعني مثلا تدخل معاه في علاقة اسبوع اسبوعين فجأة تبلك وتقول لك خلاص انا هذا برج الميزان. انا احس هذا برج الميزان ملولة كذا. هذا برج الميزان، شخصيتها متعبة. برج الميزان هيك. واللي صار بعد انها هي مع وائل وراحت اختارت لك داني، يعني فهمت، بغت تعرف على داني في نفس اليوم كذا جحفلت الكل. هلا هي مع وائل هي كان داني مش موجود. ليك انا البنات اللي اختاروا داني ما انتقدتهم زياده. ليش؟ لانه هن لما اختاروا اول شيء وقعدوا بالغرف الورديه كان داني بعد انجأ جاي. فهمت كيف؟ واللي قعد معاه داني هو اختار داني مش هي اختارته. فهمت؟ فاوكي ما ماشي، اوكي داني ما كان موجود. لو كان موجود كنت قلت لك ايه تناقض اوفر. طيب جاء داني، يعني كلكم تختارون داني يا خي؟ نحن اللبنانيين نحن اللبنانيين محبوبين يا خي. عادي. وش مسوي هذا داني؟ وش مسوي سحر ولا وش السالفه؟ كله اختاره. برجع بقول لك سمبلي لانه لبنانيز سمبلي. ما عليه يا سنوت، اعطينا حقنا شوي طيب يا اخي. اعطينا انا اعطيك حقك، انا معاك على مود امه. ايه والله ليك كمان يعني امه لعب دور قوي صراحه. شوف كلهم يقولون صح، ثقة سيف في محلها. اوكي ما اختلفنا يا جماعة، شوفوا بس كلهم يختارون داني. وانت يا مايا عندك شخص جاهز، وائل اوكي ثقيل دم ما يسولف، عنده نقص في الفيتامينات معاك، بس انه ضمنتي على قولتهم. انتم صراحة انا اشوف اللي قاعد يشوف البرنامج تبحثون عن رجل، فانت ضمنتي الرجل، ليش تروحين تنطين على شخص ثاني؟ هذا غلط. لا لك ليش هيدا اول شيء. البرنامج لو صار كل واحد نقى واحد بالطريقه، يعني الحياه ورديه، يعني ما في كونتنت، يعني ما في كونفليكت، يعني ما في اثاره، ما في احداث، ما في مشاكل.
هاي نقطة. النقطة الثانية وهي أنا بالنسبة لي الأهم اللي بشوفها، هن الجماعة كانوا واضحين من الأول. آيا، مايا، ديانا شرطة. قالوا نحن بدنا لحظة. آيا، مايا وديانا، صح؟ آيا، مايا وديانا قالوا نحن بدنا لبناني. من أول إيه صح. يعني من الأول شيمة وشيمة كمان اللي قالتهم آية. قال بتذكر أنا بالحلقة الثانية آية قالت في 3 بنات، هي وديانا يا مايا يا شيمة كمان الثالثة. بس بتذكر انه اوريدي هن جايين وقايلين نحن بدنا لبناني. انا ما يعني شفت انا لما انتقلت من شوي لبناني يطلع لك زي شربل مثلا، يعني انت على طول تختار. لا 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 بعيد عن شربل. بحب طمنكم داني بعيد عن شربل تماما. الحمد لله. اتكلم حتى هم ما شافوه قبل لا يشوفونه. طمنكم داني غير 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 غير, غير يعني شخصية جديدة من اللبنانية، حتى ما بيشبه يعني شخصيات لبنانية تانية. اوكي يعني رواق. ما حاحرق عليكم بكرة. اوكي بعدين شوف ستايل داني، ستايل المحبب للبنات بالديتنج، مش عم نحكي زواج وعائلة وهيك، ديتنج. هيدي لازم كمان تاخدها بعين الاعتبار. يس نوت شاب مهضوم، بيحكي ايزي جوينج، بيهتم بجسمه، بيهتم بلبسه، كول ولبناني. اكيد رح يلفت نظر البنات اللي بدهم تو ديت. هيدا الصراحه. اوكي ذكرني سيف، انا ممكن ناسي. هل هم شافوه؟ انا ما ادري هل هم شافوه اكيد شافوه. لا شافوه وقت ما كانوا يختارون. لا ما شافوه. لا وقت اختاروا اول قبل يعني على الوردة، على الغرف الوردية. لا قبل لما جو حطوا ولا لما جو يختارون انهم كلهم يبغون يشوفون داني، يتعرفون على داني. هل هم شافوه؟ ايه لما قالوا بدهم يتعرفوا على داني ايه شافوه. ايه شافوه؟ ايه طلعت في الحلقة؟ يا عمي ما شافوه بالحلقة، شيء غريب شافوه بالكواليس. انا شيء غريب كلهم هبوا فجأة يبغون يشوفوا. والهدف الثالث قلت لك 3 يا فرنسا، انتم بتجيبوا 3. شو قلت لكم بحياة ربك يا سنوت؟ ما قلت لكم هن بيجيبوا 3 نحن بنجيب 3؟ ما قلت لكم؟ صح. طيب خلص صدقوا شو بقول لكم سيف، صدقوا شو بقول لكم سيف ولعك. ماجريت دي زياش ما يلعب تحته. لا رحيمي اللي جاب الجول صح يا جماعة، رحيمي والله جول حلو كمان على فكرة. جوال المغرب حلوة ها. قلت لكم بس مشان يقول والله العظيم انه هاي رسالة للفرنسيين، انتوا جبتوا 3 نحن كمان جبنا 3، ما نكون احسن مننا بشي. ايش العلاقة يا سيف؟ ايش دخل؟ لا إلها علاقة صدقني، بين اللاعبين إلها علاقة والله. ما تنسى كندا يعني بأردن تقرطن 3-0 وهو أول على مجموعته. كندا أول على مجموعتها والله كفو. يعني معلش سوري فرنسا انتوا قرطوا السواد 3 بس 3 لحدا طالع الثالث بمجموعته. نحن بنقرط الأول، نحن ما نفكر بالعادة. ايه حبيبي ايه
الف مبروك، خلصت المباراه 3-0. فعادي يعني، عادي والله يا جماعه. ما شفتوا انا عادي، فرحتي عاديه. ليش؟ عادي، ده من الماتش يعني. عم فكر بماتش الفرنسا هلا. بس شوف سنوت، خدها مني، تسمعني؟ معاك. خدها مني. اذا المغرب مم. باذن الله بتطرق فرنسا، المغرب بطل العالم. واو وخدها مني. واو. اذا المغرب بتقدر لفرنسا، المغرب باذن الله بيحملوا كاس العالم. وخدها مني. لانه افضل فريق بلا منازع هو فرنسا حاليا، كلاعبين وتجهيزات فني وفرقه كامله، فرقه كامله يعني. ما في حدا بتاريخ الكره، كاف وشرطة. كره المنتخبات عندهم هالتكامل بكل المراكز. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا ان شاء الله. كأس ومصر، عرب. لك تخيل مصر تقرط الارجنتين ومغرب تقرط فرنسا. اوه هذه كبيره حنشوحك يلا يا ميسي. والله، هذه كبيره والله هاي لاول مره حكون ضد ميسي يا جماعه. تخيلوا، لاول مره راح اكون ضد ميسي. حنشوحك يلا يا ميسي. تعال يلا. متى المباراة حقهم؟ بعتقد بعد بكره مصر التنين يا شفت جماعه. المضاربة حقهم سيف في المطار؟ مين ومين؟ المنتخب المصري مع الشرطة الأمريكية ضاربوا ترى في المطار. الثلاثاء ثلاثاء يعني بكره. شو مش بعد بكره، اللي بعده. ليش تضارب مع الشرطه؟ ما أدري والله. ضاربوا هلا عن جديد ولا واحد قديمه؟ شط قريب هنا أمس. وفي واحد من الشرطة سحب هذاك، ما أدري يجيني باند إذا قلتها ولا. قول مسدس. رزق ورزقك على رب العالمين. يلا. سحب عليهم. انت معك خبر اني انا اكلت بان 24 ساعه؟ ليه؟ لانه كنت حط على المغرب، على الجزائر اولت امبارح الصبح ولا اولت والله من مذاكر. لا امبارح الصبح اوكي. على مباراة الجزائر اول 10 دقايق طرقوني جيفت، بعدين شو سكروا لي اللايف، لدرجة ان نزلت فيديو. انا اخر فيديو نزلته كان بدي افتح على مصر امبارح، بس ما فيني افتح لهلا. لا من يعني اليوم الظهر لعطوني الاكسس، او الصبح لعطوني الاكسس اليوم. طيب سيف، أنا عرضت الحلقة أمس أو قبل أمس يوم الخميس، وجاني باند هدايا بس، فعادي تقدر تعرض انت. شوف اعرض بس بتأذي لايفك، بينزل ليه؟ السكور تبعك، بينزل الاكسبلور تبعك، يعني ما بتستفيد شيء من عرض الحلقة. لا انا في منصة تانية غير التيك توك رح اعرض عليها مباريات كأس العالم، كيك. ورح اعرض عليها لا رح اعرض عليها مباريات كأس العالم، ورح اعرض عليها الحلقات. انتبهوا اخواتي، الحلقات كاملة زائد لايفي. لا الحلقات ما بلا ما تشوفني بنزل لك الحلقة يا كبيرز، نزل لك الحلقة كاملة بس يوقفوا اليوتيوب. وش طب المنصة كيف راح يجونك الناس؟ المنصة تبعنا يعني مش لإلي هنا بس تبعنا يعني لكن لبنانيين ولا لا صاحبنا يعني. انا عندي امتيازات غير اي كرييتر بهيدي المنصة، فهمت؟ والله ما فهمت ولا شيء سيف، بس يلا. يعني مثلا سناب او جاكو اول ما فتح مش عطوا للبلوجرز السعوديين توثيق صح. حساب وقصص وتعوا نظبط لكم وضعكم اللي بدكم اياه وما بتاخذوا ريستريكشن والهدايا والاشياء وهيك. نفس الشيء انا وضعي حيكون بهيدي المنصة. هي منصة جامعة عندنا. اسمها فايب. اوكي برنامج جديدة. محمد ربيع. برافو، برنامج محمد ربيع. صح والله صدق حقه لمحمد ما شاء الله. ايوه تو سواه جديد يعني. لا مش محمد ربيع هناك، هي لمحمد ربيع. ملكه.
ما شاء الله تبارك الله. فاكيد يعني بدعي الكل. حنزل انا عندي كيف تنزلوها، اوكي، وراح نفتح نصير لايف من هون بنفس الوقت لايف من هونيك، بس الحلقات كامله راح تشوفوها هونيك ان شاء الله كامله. طيب سيف، وش هو النظام هذاك؟ حتى اذا منعوها، حتى اذا منعوها يوتيوب، حتى اذا منعوها شو ما يمنعوها ما فرقانه معنا. انا بعرف كيف نزلها من البرايم، حتى بعرف كيف نزلها من البرايم. شو رايك بعد؟ حدا بيقدر ينزل الحلقه من البرايم؟ لا بس انت اللي قلت لي عليه ذاك اليوم انك بتسويه. بقدر نزلها. ايوه سألته. لا رح خليه، بس ما ها بدي لك شغله ناطر ما في اقول لك على اللايف، بدي احكيك برايفت. المهم anyway اخواتي، بس يوقفوا على اليوتيوب ما تخافوا، بتجوا بتحضروها عنا بفايب ان شاء الله. اوكي بس يوقفوها، اذا ضلوا مكملوها على اليوتيوب كتير منيح. وقفوها من اليوتيوب بجيبكم لعندي. يبغى لها $30,000 عفوا 30,000 ريال يا دعاء عشان اسرقها. لازم اسوي نفس سيف واشتري عم بيقولوا لك سوي نفس سيف. يقولون اسرق الفكره. سرق الفكره، وهو بمونس نوت سرق الفكره. انا بعطيك اياها الفكره حبيبي يا سيف حبيبي. يا جماعه نحن مش من الناس اللي ما بنتمنى الخير لغيرنا، نحن بدنا الخير لنا ولغيرنا. في ناس لا بيحبوا بس يعرفوا المعلومات لإلهم، ومن اصحابنا يعني. بس هاي لطشة، بس هو صاحب الامر بس هو حيعرف. بعدين بخبرك يا سنوب. والله هنا ما في اصدقاء، وهنا وسخين والا من رحم ربي، وسخين وراعين خطط وراعين نفاق وكذابين. مساء النور على ايام. وكله فخليها بس. مهم خلينا نرجع لاسمه نصيب. خلينا نرجع اسمه نصيب. الناس اللي ما عم تكبس وما عارفين تكبس، ما بعرف ليش الناس ما عم تكبس. كبس يا مواطن. طب اسمعني سيف، نرجع اسمه بس قبل اللي تقول عليه هذه المنصة فيها ايش اسمه جولات وعفوا قستات والاشياء فيها بس فيتشرز الهدايا ان شاء الله بيعملوا قريبا، ان شاء الله بيعملوا قريبا. يعني ما في هدايا بعد، اوكي؟ يعني مثلا انت تكون على اللايف انا ادعمك بعد ما في، بس في سبسكريبشن. يعني مثلا اذا بدي اشترك بقناتك مبلغ بسيط جدا جدا جدا، بس طبعا انا فور فري حيكون، يعني مبدئيا حيكون فور فري. ثانك يو. عرفت كيف؟ بس كيف راح تجمع الجماهير والناس يا اخي؟ صعب. ان شاء الله قول الله. نحن بنقول للناس والله بنقول شكرا. ما نقول له صفقت سكورات يا سيف. هلا ابو الفساتك هلا. فستك جاء. ها جاء الفستك. راح نشوف بعدين راح نشوف. هذا يا سيف. ايه ما يتخطاك. حب من طرف خامس. اتخطى خلاص. لا دعم، لا مشاهدات، لا شيء، لا اكسبلور، لا تصاميم. بس اني واي والله للامانه بما انه هون وصلنا تحياتنا لوالدتك صراحه، عن جد عسل. انا حبيتها لطنط عطيات صراحه. طنط عطيات بس فوصلها. يلا نستفيد. صار في لايف امس. شو؟ ايه نستفيد. لما اعتذرت الليليا راح قال لا انا ما كنتش عاوزها تعتذر ومدري ايش. يعني غلط. ليش؟ ايش دخلك يعني؟ امك محترمه جدا ومتسامحه، فشافت انها اخطات او قالت شيء يعني ما كان مناسب فاعتذرت عليه. صح ولا لا سيف؟ برجع وبقول انا الامهات ليك الامهات ما فايتين بمشاكل اللايفات او الدراما اللي بتصير بين الشباب والبنات والفنزات، فبيحكوا من منطلق ناس واعيه. فالناس الواعيه هيك بتحكي، فهمت؟ فاكيد هو يعني راح يتعارض افكاره مع افكارها بهيدي النقطه. ليه؟ لانه هو بالنسبه له بيشوف من زاويه مختلفه عن الزاويه اللي هي بتشوف منها. فهمت كيف؟ هي بتشوف من الزاويه العموميه، هو بيشوف من الزاويه الشخصيه. هو مع مين رفقه وهو مش مع مين معه رفقه ومين ما معه رفقه. فهمت؟ هي ما بتفكر هيك. صح.
بس هيك يعني بكل بساطه. نعم شو والله شكرا يا جماعة بالله اللي عاد تدعمون، والله شكرا سويتوا اللي عليكم زيادة، الله يعطيكم العافية. والله اليوم صفقتك سكورات يا سيف رايح جاي، ايش فيك؟ شايف فيك ليش هيك 7 سكورنا؟ ونات على حسك هذه، ليش هيك 7 سكورنا؟ ونات على حسك. خلص حيروحوا الونات. هجوم، نكون او لا انا نكون. ما شيرت، انا والله أنا مش للحين ما شيرت. اصلا ما عم بعرف كيف شير من تيك توك لايف ستوديو. للحين انا ما شيرت، لحظة، فلو فرجيني من هون شيرت بشيره. لا ما بعرف شيء، عن جد ما بعرف شيء. كيف بيشيروا من هون؟ كد ما ادري والله، ما اعرف طريقة. لازم نسال شات جي بي طيب يا تي. سيف الجماهير تتساءل يا سيف الحين بصراحة، سيف ليس سيف سيزن 2، ليس سيف سيزن 3، ليس سيف ريل لايون، سيف مختلف جدا عن كل السيزونات اللي راحت. ايش السبب؟ احسن ولا اضرب؟ لا يحسونك شخص مثلا بديت تفقد الشغف، بديت يقل عطائك. لا عم يقول له لايفاتي، عم يقول له لايفاتي لسبب. عطائك باللايفات. نعم عطائي باللايفات عم يقل. ليش؟ لانه نحن بطور كنت عم بعمل لايف عادي من التليفون عادي جدا كلاسيكال بيسك. هلا صرت عم بعمل لايف احترافي، فعم بتعلم شوي شوي بحالي. يعني انا ما في حدا عم بيعلمني صراحة، قاعد انا عم بعمل ريسيرش. فهذا الشيء بياخد وقت كتير. عن جد ما عم بمزح، يعني بين شغله الواحد وحياته الطبيعية. وهالفترة يعني ما بخفي عن الناس، هالفترة كان عندي مشكلة يعني بإقامتي هون بالإمارات اللي أنا عايش فيها، والحمد لله انحلت يعني. يعني كان في كتير شغلات براسي تداعيات يعني. أوكي، بس تدريجيا عم نعود للطريقة اللي نحن فيها. واكبر دليل يعني لما حللت انا مرتين، يمكن بعد لهلا ما حللت كتير، حللت مرتين الحمد لله وصل اللايف اعلى من 1000. صحيح. فبلشنا يعني. هاي ما تنسى اني انا اخل يعني حظر على الاكسبلور كتير. يعني انا سكوري كان 100، صار سكوري هلا 51 او 52 بالاكسبلور. فهمت؟ كمان هيدا على كتر الريستريكشنز اللي عم باكلها. فهلا بس هالفتره اللي هي هالفتره بعد ماكسيموم اسبوع، هي هالفتره التبديل او التعود. خلينا نقول تعود على الشيء الجديد. تعود على الشيء الجديد راح تشوفوا شيء نار ان شاء الله. ان شاء الله احنا متعودين دائما على عطائك للناس أكثر. عيوني ولكن زنب. اللي ما يعرف سيف سيزن 2 كان ملك اللايفات، تقول قسمه ونصيب يعني سيف اشهر من اشهر الناس المتواجدين في لايفات قسمه ونصيب. الحمد لله. واعطى شهره كثير اللايفات يعني. على فكره يعني اللايفه كان لا يقل عن 4000 5000 سيزن. تكسير ارقام كان تكسير ارقام كانت شكرا شوش والله. وان شاء الله هلا هالسيزون من عيدها ما تخافوا. الحين كثروا، انا اشوف اصحاب اللايفات كثروا الحين صراحه. حتى لو كثروا ما تخافوا اخواتي. بين كل لايف ولايف بين كل لايف ولايف هذا الشيء بيأثر كمان، هذا الشيء بيأثر. يأثر. بس عادي برجعوا بقول لك يعني اوكي، بدل ما يكونوا 4000 3000 يكونوا 2000 يا خيي ستيل اوكي. صح، انا هيك بفكر يعني. هلا هدفنا المبدئي نوصل 2000 ثابتين باللايف. المبدئي 2000 ثابتين. 2000 ايش؟ 2000 ثابتين باللايف، يعني ما بينزلوا. يعني اذا نزلوا بصيروا 1900 1800، طلعوا 1100 1200 1000. عرفت هيك؟ هيدا فللتثبيت بدك تعتمد وقت معين، طريقه معينه، شيء معين اللي هو بعد ما عملته انا. هيدا هي صح. وفي بعد يقول لك سيف حاب يشق طريقه بعيد عن قسم ونصيب. يعني الرجل خلاص يقول لك انا اشتريت اجهزه، اشتريت مدري ايش، حاب اني ما هو تدريجيا تكمله اسمه نصيب زائد دخل المحتوى اللي انا بدي اعمله تدريجيا. صح. صح. ليش آية ما عجبتك؟ مين اللي قال لك آية ما عجبتني؟ أول حدا بيجي أول مرة بيقول لي هيك كومنت حدا. هجومك على المشتركين أحلى شيء. السيف صح، سيف
سيف كان يجلد المشتركين سيزون 2. لا سيزون 2 كان مختلف شوي سيف، يعني كان تاخذ العاطفه اكثر، صداقه. لا هلا ما انا عشان هيك، مع انه في مشتركين كانوا حابين يطلعوا معي، بس انا من يومين لما كنت فاتح قلت انا ما حابب اطلع مع مشتركين، ف قالوا انه اوكي ما بده يطلع مع مشتركين، لاني فهموا غلط. انا مش ما بدي اطلع مع مشتركين، بدي اطلع مع مشتركين ولكن بحد معين، مش مثل مثلا بالسيزون 2 انه خلص انتم مش مشتركين انتم اصدقاء. لا اوكي بتشرف صداقتكم بس بعد السيزون، مش بالسيزون. مشان ما يصير في لا احراج لا لإلي ولا لإلكم. صح، افضل شيء. يعني يمكن بس انا بصراحه من المشتركين اللي عن جد صار في صداقه بيناتنا وانا مبسوط بهالصداقه هي ميرا الاردنيه. كانت ميرا صديقتي ميرا سحبت علي. ميرا انا بحبها كتير هالانسانه، يعني عن جد ميرا بتعرف عليها على الحقيقه بتحكي معها دعانة فيهم لا اسمه نصيب لهالدرجه بقول والله. طيبة الصراحة. كتير ميرا. كتير الإكس. كتير اللي قلبها على لسانها، اللي بقلبها على لسانها ميرا. طيب أنا كنت أتكلم معها زمان، فتخطاها. ليش تخطاها؟ هي صديقة عزيزة أحترمها، ولكن ما أدري من الطرف الثالث اللي دخل بيننا وخرب اكو علاقه ديانا وميرا. ايه ديانا وميرا كتير اصدقاء على فكره. ايه طيب أنت مقتنع بصداقة مايا وشيماء وديانا؟ بعد ما شفنا أنا ملامح حالياً صداقه اقوياء الواضح شيماء وديانا. أي شيماء وديانا. الواضح إن مايا كانت مع آية. هي آية شوي يعني صح، بينهم تقارب. على فكره اثنيناتهم نفس البرج، هيدي ميزان هي ميزان. آية وشو اسمه مايا. فطبيعي يصير. شوف برج الميزان البنت كتير بتحب تعمل صداقات، كتير سوشيال، وهذا هيدا عشان هيك عم تشوف انه انت بيحبوا يفوتوا، يعني بيهمهم الصداقة اكتر من الحب. هالنوعية من البنات بهم الصداقة اكتر من الحب. طيب انت ما تكلمنا عن الشباب. احس الشباب حقهم مهضوم شوي. ليش؟ رغم ان حتى انا سيف اذا شفت الحلقه اول ما تيجي اللقطه على الشباب اسوي سكيب لين نرجع على البنات والامهات. ليه مهضوم؟ هل الشباب ثقيلين دم؟ هل الشخصيات دون المستوى؟ هل هم ما اقنعونا كمتفرجين للبرنامج؟ ما اقنعونا لا في علاقاتهم او عفوا في حوارهم او حتى في شخصياتهم اذا هي حقيقيه او لا؟ ايش رايك انت؟ انا رأيي انه اللي عم تحسوا انه المشتركين الشباب هيك لانه من خلال التسريبات حسيت شي واو انت حتشوف، والحقيقة طلعت غير، يعني اوفر ريتنج، او انت كنت توقعاتك اعلى من هيك بكتير ولقيت التوقعات الحقيقية غير هيك. انا بنظري هذا هو السبب، لانه كنا حاطين توقعات اعلى. هاي وجهة نظري يعني. من ضمن التوقعات او التسريبات ان مصطفى خفيف دم، وانا الصراحه شفت مصطفى ثقيل دم، حتى وهو ساكت ثقيل دم بغض النظر عن الريبوستات او اشياء ثانيه، الا ان مصطفى ثقيل دم. نظراته وجهه مو مريح، في شيء تحس انه مسوي جريمه، مسوي شيء. ايهاب ثرثار، تحس انه يبغى يستلم القعده. هو شخصيه شخص يحاول يقلد او في ناس شبهوه برامي يا سيف، ولكن انا اشوف انه يحاول انه يصير. لا انا اشوف انه يحاول. تمام، شكرا شوشو. في بعد وائل ما ادري، عجزت اتكلم على وائل. يعني ساكت، يستحي كثير، خجول. انت خلاص وصلت البرنامج، تستحي من ايش؟ تخاف من ايش؟ وائل مش بيستحي ولا بيخاف. وائل مركز على اهدافه على الساكت. لا ما بحسه انه خايفان، ولا بحسه انه متلبك، ولا بحسه مش عارف شو بده. لا عارف شو بده، بس اللي بده اياه هو انه مختلف. هو عم يفكر مش بس بالبرنامج، عم يفكر بالبرنامج وما بعد البرنامج. اوكي مايا يعني اوكي مو مشكله، بس
انت بهذه الطريقه اللي تطلع فيها للناس انك انت شخص هادي ساكت، حتى ريتا لمحت، حتى في كذا مشترك لمح انه خلاص يلا تفاعل معنا. انت تعطيهم الاحقيه انهم يطلعونك برا، يصوتون عليك، صح ولا لا؟ بكره لا تقعد لا هلا بكره تقول لما بيطلع ايه مستحقه، يعني انا ما شايفه عم يعطي ايه كونتنت بالبرنامج. مستحقه. لا تقول انا انظلمت، انا سويت، انا لا. ما بشوفه انت عم يعطي فعلا ما قاعد كونتنت تقدم شيء. بالبرنامج انا، لا 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 لا, لا. بس انه في برجع بقول وليد قول كمل. لا كمل وليد ايه. في وليد انا اول ما شفت وليد، يعني انا قلت للناس هنا، كنت اول ما شفت وليد تجيني بكيه، يعني كنت ابكي او ادمع اذا شفت وليد. ليش؟ الله اعلم. هل انا طيب بزياده؟ هل انا اشوف وليد شخص الظلم في حياته، شخص يعاني من مشاكل؟ ما ادري، بس اذا شفته اقعد ادمع. فاجأني، يعني انا راهنت ان وليد افضل شخصيه عندي، ولكنه فاجأني. يعني ايش الخفه اللي طلعت فيها يا وليد؟ ايش التنهيده؟ ايش اللي عضت الشفه؟ اللي تبوس يدك بعد ما سلمت على آية؟ ايش الجري اللي سويته؟ ايش فجأة يعني يمكن تبكي فجأة؟ يمكن اخذها من ناحيه انه يعني الاوفر اكتنج مأفورها زيادة. خفيف ما في الا نقول انه خفيف. اوفر اكتنج. شكله يحزن مثل الشباب لما ياكلون. ممثل بطريقة فاشلة، يعني ممثل لو قعد على طبيعته عادي وهادي، انا صراحة قلت هذا راح يعوضنا عن مراد العدو الريفي والاشياء هذه، بس صدمني. يعني ليته، يعني احنا ما نبغى كذا او كذا يا اخي، وازن شوية، شوية نفس شخصيتك الحلوة الجميلة، شوية اعطيني يعني كمتفرج اعطيني